بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه فرخه بلدي حلوه قوي. ومعايا كوسه وحطها في ميه وخل الفرخه، ومعايا كوسه برضو حطها في ميه، ومعايا جزر مقطعه بشكل جميل. ومعايا هنا بصل هضربه في الكبه مع قرن فلفل حامي يا حبايبي. ده اختياري طبعا، اللي عايز فلفل حامي يحط، اللي مش عايز خلاص. معايا هنا بهارات سماق، فلفل اسود، كمون، شويه كزبره، شويه بهارات فراخ دواجن يعني، وشويه ملح. هضربهم في الكبه مع بعض كلهم. ده الحشو بتاع الفراخ يا جماعه. وطبعا في شفشق طماطم للكوسه. هنا هو اتحط برضو فلفل حامي، ده اختياري برضو، وقرن فلفل بارد. اللي عايز يحط حامي يحط. هو طبعا في فوائد كتير، يعني بيقتل حاجات كتير، جراثيم وحاجات في الجسم يعني، مفيد يعني. اللهم صل على النبي. هضرب البصلة في الكبة. وجيت هنا يا جماعة بعد ما ضربتها في الكبة، معلش كنت بصور والفيديو والتليفون ما صورش. حطيت معلقة زبدة في الطاسة، وبشوح فيها المرتة بتاعتي اللي هي البصلة اللي ضربتها في البهارات. بشوحها وهنا بقلب الكوسة. هاخد معلقة بصل من نفس الحشو بتاع الفراخ، حطيتها هنا في الكوسة. وهقلب البصلة كويس، وهحشيها جوه الفراخ، جوه قصدي الفرخة بتاعتنا، هي فرخة واحدة. قرن الفلفل اهو. يعني ما اتضربش في الكبه كويس، قلت كويس عشان انا بس اللي باكل الفلفل الحامي. جبت الفرخه بتاعتي وهحشيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مش بسوي البصله ولا بصفرها ولا حاجه، هو ده كان لونها بالبهارات يا جماعه. انا بشممها بس الزبده. بتبقى طعمها حلو في الاكل، دي بتتحط على الرز بتبقى طعمها تحفه. طبعا اللي عنده زبيب يا جماعه يزود، يعني اللي عنده زبيب قراصيه مش مشيه ممكن يقطع ويحط في البصله، دي بتبقى جميله قوي بحته زبده او بحته سمنه بلدي، تتشوح وتتحط جوه الفرخه بالشكل ده زي ما انتوا شايفينه. هي طبعا كانت سخنه على ايدي، ما كنتش عارفه احط فيها عشان كانت سخنه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت بعمل بايدي، ما كنتش بزق بايدي بصراحه لان كانت سخنه جامد. الحمد لله رب العالمين، كده خدت كفايتها. هحط الكبد والقوانص فيها اهو، الحمد لله. وهقفلها بالخله. هي الفتحه كانت واسعه شويه بس الحمد لله اتقفلت يعني. خدت خلتين، قفلتها بخلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي الفراخ المحشيه يا جماعه، البلدي بالذات يعني. هنا كنت مشوح حته زبده في الحله. هنا فصين توم، حب فص واحد مستكه اهو فوق الملح، وشويه فلفل اسود، وحب هان مطحون بس. هقلبهم كده الاول، وبعدين هحط الفرخه بتاعتي فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هشوح الفرخه فيها، حبة على الظهر وحبة على الجنبين وحبة على الصدر. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بعد ما شوحتها وقلبتها على كل الجوانب، كان معايا مية دافية. هحط المية الدافية بتاعت الفراخ. طبعا هي فيها كل حاجاتها، فيها الحبان والمستكة والملح والفلفل اسود وشوية كمون. هغطي عليها كده، هسيبها تمام ما فيهاش اي حاجة. هنا كنت بشوف الكوسة، اتبقى مني مرتة من الفراخ، هحط شوية في الفرخة وشوية تانيين هيتبقوا مني هحطهم في الكوسة. هجيب معلقة مرتة واحطها في الشوربة، بتخلي الشوربة تحفة، لون وطعم وريحة جميلة جدا. اهي يا بنات شايفين نفس الحشوة اللي جوه الفرخة، بحطه في الشوربة شوية اهو مع المستكة والحبهان، بيخلي ريحة الاكل حلوة قوي. غطيت عليها خلاص كده، سبتها تستوي مع نفسها، والكوسة نفس الشيء. هعمل بقى عليهم شوية رز ابيض، طبعا عملنا الرز الابيض كتير مع بعض. وهنا يا جماعة طلع الاكل اهو، الحمد لله. حمرت الفرخة بتاعتي، بشيل الخلة دلوقتي. هطلع بسم الله ما شاء الله المرتة عشان اوريها لكم. تحفة، ريحتها جميلة قوي، يا ريت كلكم تعملوها. طلعت معايا الكبدة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطلع بقى البصلة دي المرتة، انا بوريها لكم لونها وطعمها يا جماعة، والريحة بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال. الطعم بقى كمان اجمل واجمل، يعني الطعم جميل جدا، عندي كل اولادي بيحبوها الحمد لله. ومرات ابني طبعا اللي بتيجي هنا تقول لي بصورك وما بتصورش. برضو هي اول واحده خدت الكبده، والله يا جماعه والله خدت الكبده.
اهي واقفه معايا اهي، على طول لازم تبوظ لي الكاميرا، يعني جت بخيالها كده عشان تبوظ لي الكاميرا. والحمد لله خلص الاكل معانا. يا رب تكونوا استفدتوا يا حبايبي. الاكل كان خفيف الدم وطعمه حلو. الف هنا وشفا هي علينا هنا، والف هنا وشفا للي يعمل زينا. بحبكم كلكم في الله والله. يا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم. انا كنت بقول لكم الاكل حلو قوي، واتمنى ان كلكم تاكلوا منه والله. سلام عليكم.